اخوان، السلام عليكم ورحمه الله. تحياتي لكم الدراري. المهم خبرنا واحد شويه، ولكن الصراحه للظروف احكام. الوقت كيكون شويه عامر، داك الشيء علاش الدراري. المهم اليوم جينا نهضروا على الادمان، حيت هذا الادمان فيه ثلاثه ديال الاصناف الدراري، فهمت؟ واليوم جينا نهضروا عليهم بثلاثه. المهم الصنف الاول الدراري، وهو داك النوع اللي واخا تفهمت تهضر معاه ليل ونهار تقول له راه الاباحيه والعاده السريه راه ادمان، وراه كيسبوا لك المشاكل، وهاد المشاكل اللي راك فيهم دابا راه سببهم الادمان، وانت علاش ما درتش والو في حياتك، راه حيتاش الادمان هو اللي ضيع لك حياتك. كيقول لك لا، راه ما يمكنش الاباحيه والعاده السريه، فهمت؟ كيبقى يقارن راسو كيفاش كيقول لك تفرغ كي كتفرغ في مثلا في المراه، راك كتفرغ في يدك، ما كاينش شي فرق، وكتعيا تشرح له بان راه فين كاين الاختلاف وها اسمو فهمت؟ شرح له داك الشيء بالتفاصيل، ولكن ما واخا كاع كيسمع لك لواحد 10 دقائق وكيقول لك واه عندك الصح وغادي نبعدوها، كيتصاحب له راك تنصحو، فهمت؟ كيتصاحب له راه هذه نصيحه، راه ماشي، فهمت؟ المهم هاد النوع راكو كتعرفوا، هاد الدراري هو اللي كيكتبوا دوك الكومونتيرات راكو بالغتو ولا واخا هو كتلقاه غارق، فهمت؟ المهم هذا الصنف الاول. الصنف الثاني الدراري وهو داك النوع اللي كيوصل للقاع، هذا هو اللي كيمشي مزيان في التعافي، اللي كيوصل للقاع المره الاولى. ركزوا معايا، كيوصل للقاع المره الاولى كيمشي مزيان، كيتحفز، فهمت؟ حتى الرحله ديال التعافي ديالو كتكون ممتعه. علاش؟ حيتاش اول مره كيعرف بان راه خصك تبعد لواحد 90 يوم ولا مثلا 6 شهور، وحياتك غادي تبدل وغادي تولي عندك الثقه في النفس، فهمت؟ حيت في الفتره ديال الادمان كيكون فاقد هاد الحوايج، كيسمع هاد الشيء كيتحفز، كيمشي مزيان، فهمت؟ كيبقى خدام على اي حاجه سمعها كيخدم عليها. كيسمع مثلا الفياق بكري، كيفيق بكري، كيبدي كيصلي 5 صلوات في الجامع، كيدوش بالماء البارد. المهم كيمشي مزيان في التعافي ديالو. هذا كيتعافى، فهمت؟ الا بقى على داك الروتين كيمشي مزيان وكيتعافى. الصنف الثالث واللي غادي نركزوا عليه الدراري واللي كيعاني، وهو الدراري اللي وصلوا للقاع المره الاولى وتعافاو، ولكن بسبب الغرور ديالهم وبسبب الغرور ديالهم وبسبب النسيان، راكو عارفين مرض النسيان، هذا الادمان كيرجعوا كيطيحوا في نفس الخطا وكيولي كينتعكس. دابا المشكل فين كاين؟ ملي كيرجع ينتعكس ما كيعرفش منين يبدا، واخا هو عارف بانه راه كان في خطر وراه تعافى وكذا، وراه الا مشى حتى ولا الحياه الادمان راه غادي يضيع الوقت ويضيع، واخا هكاك هادشي كامل عارفو، ما كيعرفش يبدا، ما كيعرفش شنو يدير. كيولي كينتاكس ويولي يتعافى ويولي ينتاكس ويولي يتعافى، كيبقى يقاوم، فهمت؟ كيبقى غير في ديك الدوامه. وهذا النوع كتلقاه ضيع 10 سنين، كتلقاه ضيع 7 سنين، كتلقاه ضيع 6 سنين وما دار فيها والو، ما تعلمش من الخطا ديالو، وكتلقاه كيدير نفس الخطا، فهمت؟ نفس الخطا كيدير. علاش كنقول لكم؟ واخا عارف هذا الشيء كتقول له دير، خصك تبدي الرحله ديالك من بحال النهار الاول مثلا اللي وصلت للقاع، خصك تبدي تصلي، تنوض بكري، تريني، تدوش بالماء بارد، تاكل الماكله نقيه، الاذكار، القران، هادشي كامل كيكون يديرو، كيجيه، فهمت؟ كيجي عادي في الفتره ديال في الفتره الاولى، فهمت؟ كيقرا كتوبه، كيبغي يبحث، كيكون عنده واحد الشغف، ولكن ملي كينتاكس المره الجاوجه كيمشي داك الشغف، واخا كيكون عنده داك التحفيز ديال سيمانه مثلا ولا شهر الاول، كيولي عاوتاني، فهمت؟ كيبقى يدير غير داك الشيء اللي غادي يقدلو، داك الشيء الاخر كيبقى يقول حتى نكون مزيان ونوض. ومشكله، ودابا المشكل راه كيضيع الوقت وما كيدير والو في حياته، وكيبقى ياجل، فهمت؟ مثلا الا بغى يخدم كيقول لك ما نخدمش انا حتى نتعافى، وحتى كيمشي مزيان كيبغي يتعافى كيولي كينتاكس عاوتاني، كيبقى ياجل، والوقت كيضيع وما دار والو، ما تزوج، ما بنى حياته، ما خدم على راسو، ما فهمت؟ غارق
حيتاش ما يقدر يدير والو، كيكون غارق في اعراض الانسحاب. واعراض الانسحاب نتوما عارفين الدراري كيكونوا صعيب عليك تواجه الناس، صعيب عليك تخدم معاهم، صعيب عليك تحاك مع بنادم، فهمت؟ كتقول ديما كتبقى تقول خصني تنكون مزيان عاد نوض نخدم. وهنا الخطوره الدراري، راه كاين الاغلبيه صاحبي راه والعياذ بالله كاين اللي غادي يمشي هكا حياته كامله، فهمت؟ ديما كيبقى يكذب على راسو. هاد المره هادي صافي راه السبب مثلا التليفون، غادي نبعد التليفون، كيبعدو لواحد الفتره وكيرجع كيبقى يكذب على راسو، كيبقى يقول راسو هاد المره غادي نقاوم، واخا المره اللي دازت تحشات لي ولكن غادي نقاوم هاد المره هادي ان شاء الله، وغادي نتعلم من الخطا اللي درتو، فهمت؟ ونولي نتعافى. ولكن كيولي كاين تاكس. هادشي اللي كاين الدراري، حاولوا تبدلوا، حاولوا تركزوا على التعافي. راه التعافي هو اللي خاصو يكون صاحبي، فهمت؟ فاش كتقول لشي واحد راه خاصك مثلا هاد النوفاب تمشي عليه حياتك كامله، بحال اللي كتجيه صعيبه شويه. وراه هذا هو التعافي صاحبي. راه التعافي هو النوفاب. شنو هو خصك تبدل حياتك وتبدا حياه جديده، فهمت؟ كتريني، كتصلي، وهذا الشيء هذا خصك تمشي عليه حياتك كامله، فهمت؟ الا راك باغي تعافى، والا راك باغي، فهمت، تعافى لواحد الفتره وتبقى تضحك على راسك وتولي تنتكس، غادي تعافى مثلا 3 شهور حتى العام. ولكن الا ما كنتش كتطبق مثلا غادي ترجع تنتكس، كتخدم التليفون غادي ترجع تنتكس، ما كنتش تريني، ما كنتش كتنقي ماكلتك، ما كنتش كتطور راسك، ما كنتش حاضي راسك. راه الادمان خصو، التعافي راه خصو يكون من الاولويات. ما تفكرش في شي حاجه اخرى قبل التعافي، حيت فاش كتعافى ديك الساعات كتولي كدير دوك الحوايج كيجيو لراسهم، فهمت؟ هادشي اللي كاين الدراري. ركزوا على التعافي، والله العظيم الا شوف حياه التعافي راه مختلفه على حياه الادمان ب 180 درجه صح. راه المشكل دابا الادمان شكل لك واحد الحياه كيتصاحب لك، هذيك هي الحياه اللي راه عايشينها الناس، هذيك راه ما حياه ما والو، راه ما عندها حتى شي علاقه بالحياه التعافي، فهمت؟ وفين غادي تعرف هذا الشيء هذا، وفين تعرف الهضره اللي غادي نقول لك حتى غادي تتعافى، فهمت؟ الاغلبيه ديال المدمنين صراحه راه مازال ما وصلوش لذاك التعافي، ومازال ما عرفوش الحياه الحقيقيه اللي عايشها الناس. شو الناس كدور كاين كيمشي لابيسين، كاين اللي يمشي تريني، كاين اللي، فهمت، كيستمتعوا بالعطله ديالهم، كيخدموا وكتجي واحد الوقيته، فهمت، دايرين بروغرام، نتايا ما خدام، ما عندك والو، فهمت، محبوس بين البيت بين 4 الحيوط. ودابا المشكل لو كان غير كتوصل لشي حاجه من ديك الاباحيه اللي ديك الانتكاسه اللي كتنتعكس، ولا ديك كتبقى مثلا كتجيك ديك الشهوه كتمشي تنتكس وكصافي كتمشي ديك الشهوه، بالعكس كتزيد، وشحال ما زدت شحال ما غادي تزيد اكثر، طلب اكثر، فهمت؟ هذا هو المشكل الدراري. المهم استغلوا خصوصا هاد الوقيته هادي، استغلوها، حاول تخرج من منطقه الراحه، حاول، فهمت؟ هي شوف صعيبه في الاول ولكن خدم عليها صاحبي، فهمت؟ ما تستناش تكون مزيان. نوض اخويا تريني، نوض خرج، نوض بكري، صلي الفجر، ما ترجعش للدار، فهمت؟ دوش بالبارد، نقي ماكلتك، قرا القران، قرا شي كتاب، خرج للطبيعه، دور، ما تبقاش محبوس بين البيت وكتستنى تتعافى. ما غاديش تتعافى، ما تبقى هكا، واخا تعافى لواحد الفتره غادي تولي تنتعكس. هادشي اللي كاين. المهم قبل ما نختموا الدراري غادي ندير لكم، نهضر لكم على واحد من الايجابيات، نهضر لكم على المكاسب، واحد 2 ولا 3 باش حتى المدمنين يتحفزوا. المهم من الايجابيات الدراري وهي الثقه في النفس. كنت الثقه في النفس كنت فاقدها في الايامات ديال الادمان. دابا شوف صيفطني لاي بلاصه، نتلاقى مع اي واحد، نهضر مع اي واحد، ما عنديش مشكل، ما عنديش داك تعلتم الكلام، كيف ما بغى يكون بنادم كنواجهو كنجاوبو، فهمت؟ ماشي كنبقى نفكر شنو نجاوبو. مثلا كنت كنتلاقى شي واحد كنعرفو كنتمنى ما يشوفنيش، حيت الا مشى شافني هكا في الشارع ولا كيبانوا دوك الفضائح، ما كنعرفش نهضر، كنبقى نتعلتم في الهضره، كنبقى نستنى غير فوقاش نسالي معاه الهضره ونمشي. دابا وليت كنجلس مع الناس برانيين، كنجي معاه ساعه 2 نهضر معاه عادي، نهضروا في مواضيع، نضحكوا، نتقهوى مع بنادم ما كنعرفوش. في وقت الادمان اصاحبي راه بنادم كيقول لي يلا تمشي تقهوى ولا تمشي معايا هنايا، ولا واخا كنكون نعرفو ما نقدرش نمشي معاه، حيت الا مشيت معاه كنعرفش نهضر، ما فهمتش،
نتوما عارفين فهمت، غارق في النفسيه ديالي، مريضه، مكتئب، باغي نبقى غير بوحدي، باغي نبقى في الدار، باغي نبقى في البيت. المهم من الفوائد الدراري عاوتاني وهي النعاس راه نعمه صراحه. راه كان عندي واحد الارق، ولكن الحمد لله دابا راه وليت نعس مزيان، كنفيق مزيان، كنفيق شابع نعاس فهمت، ماشي مخصوص. حتى داك الخمول صراحه ما بقاش فيا، اختفى نهائيا، هذا اختفى، ما بقيتش كنحس بالخمول مع كنفيق في الصباح، مع كنوض من بلاصتي فهمت. عاوتاني واحد الحاجه في الوقيته ديال الادمان الدراري، كان اي واحد كيستغني، اي واحد ما كنتش كنقدر ندافع على راسي، بنادم كان يضحك عليا فهمت، كنت كنساعى في اللي يسوى واللي ما يسواش، كبير ولا صغير. دابا ما يقدرش بنادم يستغني، صعيب عليه انه يدي لي حاجتي، صعيب نسمح في حاجتي، صعيب نسمح في حقي فهمت، نقدرش دابا نسمح في حقي، وليت كنتصرف على طبيعتي فهمت، على انسان فهمت. هادي شحال الحاجه ضراني وكنمشي كنديرها مثلا فهمت، كيصيفطني لشي بلاصه انا ما كنسمح في حاجتي ونقدر نمشي نقضي لبنادم حاجته، حيتاش ما نقدرش نقول له لا، كنبقى نضرب لها الف الحساب، وإلا قلت له لا غادي يقول لي هادي فهمت، ما خاصنيش نقول له لا، وكنمشي للدار كنبقى علاش درت له، علاش انا سمحت في راسي، ديما كتبقى تجلد في راسك، ديما ما تيقش في راسك، ما تيقش في داكشي اللي كدير. دابا الحمد لله دابا فهمت، حاجه ما نقدرش نديرها كنقول عليها لا، بنادم ما يقدرش يدي لي حاجتي، ما يقدرش يضحك عليا، وليت كنتصرف عادي، وبالعكس ولات عندي كلمه، ولا عندي قرار، ولات الناس كتستشر معايا فهمتي، الا بغات دير شي حاجه هذا راه انجاز اصاحبي، يعني ولات عندي قيمه في هذا المجتمع فهمت. هادشي اللي كاين الدراري، وبزاف ديال الفوائد الصراحه غادي تشوفوهم في الرحله ديالكم. انا راه ماشي بزاف، انا يلاه واحد 5 شهور راه شفت العجاب صراحه، والتعافي يستحق، وغادي تبدي تبني حياتك، واي حاجه راك باغي ديرها وكتمنى توصل لها غادي ديرها ان شاء الله. فاش غادي تتعافى الاساس هو التعافي، ركز لي على التعافي، خدم عليه كما قلت لك، استغل هذه الفرصه هذه، نوض، بدي تصلي الا ما كنتش كتصلي، بدي كتريني. شوف الرياضه غادي تعاونك بزاف في التعافي ديالك فهمت. عاوتاني بدي تشرب الماء بزاف، دوش بالبارد فهمت، دير تحديات مع راسك فهمت، وغادي تشوف واحد النتيجه تكون مزيانه ان شاء الله. ولكن الا بقيت جالس فهمت كتسكرولي في التليفون وكتقول لي راني نستنى 9 شهور باش نتعافى، ماشي تعافي هذا، وحتى توصل 9 شهور ما غاديش تحس بالفرق فهمت. هادشي اللي كاين الدراري. وحتى اللياقه غادي تولي عندكم واحد اللياقه، داك المدمنين كيعانيو من دوك كيبقاو يوجعوهم المفاصل ديالهم، ما غاديش يبقاو يوجعوك. كما قلت كتولي عندك واحد اللياقه، تولي عندك واحد المناعه طالعه. المهم غادي تبدل حتى الشكل ديالك، غادي تبدل بزاف. غادي ماشي هضره الدراري، هضره الواقع. نهضر على راسي والتجربه ديالي، انا راه فرق، راه بحال اللي هزيت واحد وحطيت واحد الصراحه. هادشي اللي كاين الدراري، نتمنىكم تكونوا متعافين، نتمنىكم ما ترجعوش تنتكسوا. وقضيه ديال الصوت الدراري ما عرفتش كيفاش كيجي. المهم الا كانت شي حاجه ولا خليوها لي في الكومونتيرات. راه علاش كندير ديك الموسيقى، حيت قبل ما كندير الفيديو راه كنولي نسمعو، كنلقى بزاف ديال الصداع، وانا صعيب عليا نسجل في الدار، خاص نكون غير مع الدراري فهمت، الموضوع شويه حساس. هادشي اللي كاين. المهم نتمنى الفكره تكون وصلت، ولا الفكره غادي توصل للمدمنين، راهم عارفيني على من كنهضر، راه عندنا تقريبا نفس المعاناه فهمت. بنادم غير من الهضره ديالك كيعرفك على مرات باغي تهضر، وهذا هو الهدف ديالنا، غير المعلومه توصل وصافي فهمت. المهم تحياتي لكم الدراري، نتلاقاو في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله، ما تنساوناش بالدعاء الدراري، تحياتي لكم.